السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يا جماعة انتوا تكونوا بخير وبصحة وسعادة وراحة بال. النهارده بقى قبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا النهارده نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جايبالكوا بقى الأوميجا، جايبالكوا الفيتامين اللي من الآخر، جايبالكم الحاجة اللي فيها كالسيوم ومعادن، جايبالكم الحاجة اللي بتطهر ريش الطيور، الحاجة اللي بتقوي جهاز المناعة، الحاجة اللي بتساعد فعلا على الهضم، الحاجة اللي فعلا بقى لما تحطيها باستمرار هتكبر لك طولك اسرع مما تتخيلي. فيتامين حاجه جباره من الاخر. اوميجا يا ست. طب الاوميجا دي موجوده فين؟ هروح اشتريها وهي غاليه؟ لا، انا هقول لك على وصفه سحريه جباره. الاوميجا دي رخيصه جدا جدا جدا، اوميجا بيتي. طيب الاول بس قبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا كده بالصلاه على حبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. عملت زي ما قلتلك ولا لا؟ البصلايه مع راس الثوم يا جماعه دي ليها فوائد كتيره جدا جدا جدا. البصل والصبح كده على غير تبشري البصلايه وتحطي التوم، يبقى انت حطيتي مضاد حيوي وحطيتي وقايه من امراض كتيره جدا. في ناس ما بترضاش تشتري الا ادويه. انا بقولك حطي اللي بقولك عليه، لا هتروحي تجيبي ادويه ولا باذن الله سيورك هتمرض وهتبقى زي الفل وبصحه وعافيه. عايزه اقولك ان البصل والثوم زي ما اتفقنا، تصحي كده على غير الصبح تجيبي شفشق الخلاط تحطي فيه نص راس توم، كل واحد يحط على حسب الكميه اللي يحطها في الميه. بس شفشق الخلاط لما تحطي فيه بصلايه كبيره مع نص راس توم يبقى انت حطيتي مضاد حيوي رهيب. عايزه بقى تزودي عشان كميه الطيور اللي عندك زي ما انت عايزه، وتجيبي بصلايه وتبشريها على العلقه بتاعتك كده بالصلاه على الحبيب المصطفى، حاجه من الاخر. وزي ما انا هنا حاطه كده، بصي حاطه فول اللهم صل عليك يا نبي، وعلف وصدف. الفول يبقى انت حطيتي بروتين، غذيتيهم من الاخر زي ما بيقولوا، زغطيهم من اول يوم. العلف طبعا وانا بوقف العلف اول ما بعدي 10 ايام خلاص انتهى، لا يمكن احط علف تاني ابدا لان في بدايل احسن منه. والصدف ده اساسي بقى تحطي كل يوم، دي حاجه كويسه لان انت بتحطي معلقه يعني ما بتحطيش كمية. فالصدف ده من الحاجات الفسفور العالي قوي اللي بيقوي عظم الطير وبيبنيه وبيكبرهم لك بسرعة ويخلي الطير لما يكبر بإذنك يا رب رجله تشيله، لان ساعات الطير لما بيكبر وحجمه يزيد ما يقدرش يمشي على رجليه لو عظمه مش شايل. عايزه اقولك بقى على وصفتي النهارده، ودي الاوميجا. بصي بقى الاوميجا اللي انت هتقولي لي ايه يا بنتي يا بطه بتضحكي عليها، اقولك ابدا والله. دي يا جماعه بذور الكتان. بذور الكتان دي يعني فيها فوائد لا تتخيلوها. اوميجا اوميجا اوميجا، فيها اوميجا 1 2 3، فيها فيتامينات عالية قوي، فيها كالسيوم، فيها معادن، فيها الحاجة اللي بتقوي ريش الطيور وبتطهره، فيها الحاجة اللي بتقوي الطير بتخليه يكبر معاكي بسرعة. انت لو مش مأكلاه وحاطة بذور الكتان ده انسي من الاخر، وصفة جبارة. عايزة اقولك ان في حاجات طبيعية موجودة مستحيل تروح البيطري. الأعشاب يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى كرمنا بيها آخر كرم. أعشاب فيها فوائد رهيبة رخيصة جدا. احنا كنفسنا البني آدمين المفروض ناخد بذور الكتان دي لأنها صحية جدا. على فكرة من الحاجات اللي هي بتنشط الدورة الدموية حتى عند الإنسان، فضل شعر الإنسان وبشرته والجلد بتاعه بتقوي، فيها فيتامينات عالية. فعايزة أقولك إن إحنا عندنا حاجات ربانية أحسن 100 مرة ما إحنا
نشتري ادويه. بذور الكتان دي يا جماعه من الحاجات اللي انت تحطيها لطيورك باستمرار، تبقى انت اديتي فيتامينات ومقويات وحاجات فعلا تطهر المعده الطير على الحق يعني. حاجه بتقوي فيها، بتنشط الدوره الدمويه، بتقوي جهاز المناعة زي ما بيقولوا، بتنشط الكبد والكلية، ودي حاجة أساسية عندي، لأن الطير لو من أول يوم أنت بتديله منشطات إنها تنشطه وإنها تقوي الكبد والكلية عنده، أنت كده ضمنتي بإذن الله وتضمن والله سبحانه وتعالى إن الطير بتاعك يكبر ويبقى بصحة كويسة. عايزة أقولك إن بذور الكتان من الحاجات المهمة جدا اللي احنا لازم نحطها ونستخدمها لطيورنا. عايزه اقول لك كمان اوعي تنسي ان انتي باستمرار توقفي الاكل ساعه الظهريه، بعد ما تاكليهم لحد الظهر كده وقفي، اوعي تنسي الطريقه دي، لان دي من اهم الحاجات اللي بتحافظ على صحه الطير، عشان الطير يستريح ويبقى مش في حاله زي ما بيقولوا ايه، هضم لا، يشرب سوائل، فالسوائل كمان في الحاله دي بتطهر معدته وفي نفس الوقت كمان بتنشطه اكتر. تيجي بقى لما الدنيا تروق تطري كده، تقوم انت حاطه بقى العلف، حاطه اللي انت حطاه، اي اكل حطيه هتلاقيه بالصلاه على حبيب المصطفى زي الفل. عايزه اقول لك ان بذور الكتان من الحاجات المهمه جدا اللي انت لازم تحطيها للطيور بتاعتك. حطيها في العليقه، تغليها زي ما انت عايزه. انا على فكره بحط الاعشاب في العليقة وبغليها، يعني أنا في أي أعشاب بحطها في الاتنين، يعني الكركم بحطه في العليقة وبغليه، الكمون بحطه في العليقة وبغليه، الكركم بحطه وبغليه، الحلبة نفسها بجيب الحلبة المطحونة كمان واخلطها مع العليقة. عايزة أقولك اعملي الوصفات دي، أي الوصفات دي مهمة جدا للطيور وتوفر عليكي كتير. واوعي تنسي البصل والليمون والثوم، لان هم من الحاجات الاساسية جدا اللي تخليكي ما تحتاجيش باذن الله اي ادوية. اتمنى بقى الفيديو بتاعي يكون عجبكم، واتمنى تشتركوا في قناتي وتشجعوني ان شاء الله، واسيبكم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.